لو شفت شيخ بيقرأ قرآن وقت الفجر وما لاحظتش ظل وراه، اهرب فورا قبل ما تاخد مكانه. كل فجر في وسط المقابر بيظهر شيخ لابس جلابية بيض، صوته في قراءة القرآن غريب، لا هو صوت شيخ عادي ولا صوت بشر. الناس كانت تسمعه من بعيد بس محدش يجرؤ يقرب. وفي يوم سامي قرر يعرف الحقيقة ورا الصوت اللي بيسمعه كل يوم. وقف ورا شجرة بيراقب الشيخ. نور الفجر بدأ يطلع وكل حاجة لها ظل ما عدا الشيخ ده. سامي اتجمد مكانه بس فضوله خلاه يقرب خطوة بخطوة، وكل ما يقرب الصوت يعلى أكتر وأكتر كأنه بينادي عليه. الشيخ لف ببطء وملامحه كانت باهتة وعينيه سودة كأنها حفرة عميقة مضلمة. قلب صوت مش بشري، اللي يشوفني ياخد مكاني. في اللحظة دي الدنيا سودت قدام سامي. وتاني يوم الناس ما شافوش الشيخ القديم، لكن من يومها بقى في شيخ تاني واقف يقرأ بنفس الصوت وبرضه ملوش ظل.